بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أغرب حروف في لغات العالم. سوف أقول لكم، هل تعلم في اللغة البشتونية، لغة الأفغانستان، لغة الأفغان، فيها 5 أنواع الياء. 5 أنواع الياء. اليوم سوف أشرح لكم 5 أنواع الياء في اللغة البشتون، لغة الأفغان. 5 أنواع ياء باللغة البشتو، لغة الأفغان. الأول ياء، بس نحن لا ننطق، لا نلفظونها بالمثل العربي نقول يا. لا، نحن لا نقول يا، نحن نقول ي. الثاني ي، بس تحتها حرفين، نقطتين. الثالث كمان أيضا يا ي، لكن نقطتين، لكن ليس بنفس الشكل هكذا. الرابع ي لها ذنب. وباللغتنا أيضا نحن نقول لكي ولا ي. لكي ولا ي يعني يا يا ذو ذنب. هي يا الخامس فوقها حمزة. بس كما قلت لكم نحن لا نسميها يا، نحن نقول ي. كلها ي. 5 أنواع الياء هي فقط ستلاقيها، ستجدها فقط في اللغة البشتوني. لغة البشتوني أيضا، لغة البشتو أيضا مثل العربي فصحى غريبة. كيف اللغة العربية الفصحى لغة ضاد غريبة جدا، ليس لها مثل. هكذا لغتنا أيضا، يعني لهذا السبب كثير البشتونيين يفتخرون بلغتهم. يعني هذا الألفاظ لن تلاقيها، لن تجدها في أي لغة. الآن سوف أشرح لكم هؤلاء 5 أنواع الياء. يعني في كما قلت لكم في لغتنا 5 أنواع الياء، كيف سوف نستخدمونها في أي مكان. تعالوا. أيوة. أمثال، مثال، هكذا نلفظونها. هي يا نحن نسمينها وچا يا بيرتكوي. وچا يا بيرتكوي. بيرتكوي يعني بغير نقطات. هغا سړی دی. انظر إلى تلفظ. هو رجل دي هكذا. هغا سړی دي بالأخير، يعني هم رجال. الثاني. الثالث هغا راغله موتر كي يعني هو جاء في السيارة. هي الثانية نحن نقول نسميها هي يعني سادي أو هكذا، أو تكيلرونكي. الثالثة أغداي، مجهولة يا أغداي. هذا اسمه في لغتنا مجهولة يا أغداي. أغداي يعني طويلة هكذا. هغا راغلي موتر كي. الرابع لكي لرونكي يعني الياء ذو الذنب. في شو غتا لكي، يعني ذنب للقطة، ذنب كبير. وهي الآخر نقول لها نسميها حمزة لرونكي يا أمرية عين، نفس الشيء، نفس باللغة الأمر. أمرية هذا اسمها في لغتنا يا حمزة لرونكي يعني ذو حمزة. هي في كثير، في أحيان كثير يعني بالأمر تستخدمونها هكذا. أخرى كلوا ولوا لي، اقرأوا ولوا لي، ولا شيء. هذه في أسماء الرجال، صفات، حالات، وحالات الجمعة، أفعال الرجال أيضا، وحالات الجمعة أيضا تستخدمونها. يا اسمها ترغندا خكاراي يعني مبينة، باينة، الياء البائنة. رازي يعني يذهبون، رازي يعني يأتون. سري رجال. المسي يعني أحفاد بس مذكر هكذا. لرقي خشوب. أنا قلت لكم لرقي واحد يعني خشب. خشوب يعني جمعة لرقي حطب. هي اسمها أقدا مجهولة ي. في أسماء المؤنث
وصفاتها أكثر شيء يستخدمونها. جمعة بس للمؤنث. بيالي يعني كأس. ترخي يعني مر كتير مؤنث. خواجي يعني خواجي يعني طيب، أما اسم مؤنث وجمعة. أما للرجل مذكر ومفرد خوغ يعني رجل طيب، خوغ إنسان. وخواجا خزا يعني مرة طيبة. هكذا. هذه اسمها لكي لرنكي، يعني يا ذي ذنب. في اسم مؤنث يعني أسماء النساء أكثر شيء تستخدمونها. مثال بعدين مثلا لكي ذنب. لكي عنا ذنب بالعربي مذكر، بس عنا هاي مؤنث. اسم ذنب لكي عنا مؤنث. اسمها وچا يا بيرتكوي في أسماء المذكر صفات وأفعالهم. يعني مثال سړی، لرګی، کونړی. سړی يعني رجل، لرګی يعني خشب، کونړی يعني من كونر. أنا كونړی. كونر اسم المحافظة أفغانستان مثلا. هكذا. كابلي يعني من كابول. إذا تقول للمرأة كابلي، للرجل كابلي. هكذا في أسماء المذكر أفعال وصفاته أيضا. هذه أو هذا حرف يا. حمزة لرنكي. أمريا ي. أمريا نفس الشيء، أمريا يعني أمريا ي. حمزة لرنكي يعني ذي حمزة. مثال هذا أفعال الجمعة والأمر. أفعال الأمر خصوصا والأمر تستخدمونها هذا الحرف. مثلا ولولي ولكي، يعني ولولي اقرأوا، ولكي اكتبوا، أخرى يعني كلوا، كيني يعني اجلسوا، باتي يعني قوموا. لا تجلسوا يعني لا مكيني مباتي مخري ملكي. هذا الأمر. أما بالمنع يعني تقول له مكيني لا تجلسوا، مخري لا تأكلوا. هذه الياء تستخدمونها بالأمر وأفعال الجمع. هؤلاء 5 أنواع الياء التي تلاقيها فقط باللغة البشتو. لهذا السبب كيف اللغة العربية الفصحى اللغة الضاد يعني ما لها مثال، هكذا البشتون أيضا بلغتهم يفتخرون باللغة البشتو بعد العربي أنها لغة ليس لها مثال. يعني 5 أنواع الياء. إن شاء الله في القادم، الدرس القادم سأشرح لكم أغرب حروف في اللغات العالم التي تلاقيها فقط في اللغة البشتو. والسلام.